يلا نكسر كام مليون. انت اكيد سمعت الجمله دي قبل كده في فيلم حنف القبه، بس في الواقع دي خطه تسويقيه بعقول مهلبيه. ناس كتير جدا في السوق بيبقوا منافسين للعملاء بتوعي، بيعملوا حاجه في منتهى الدهاء. بيعمل ايه؟ مثلا وليكن هو شغال في 20 براند، بيجيب براند او اتنين او ثلاثه من البراندات دي ويكسر سعرهم لدرجه انه بينزلوا تحت سعر الجمله. بعض المصانع لو شافوا المشكله زي ديت موجوده بيكلموه بالفعل وبيلغيها، لكن في مصانع تانية مش بيبقى فارق معاها، هو فارق معاهم هو واخد منهم قد ايه او حارق منهم قد ايه. فبيبتدي ان هو ينزل سعر القطعه اقل من سعر الجمله، وده طبعا حاجه بتضرب السوق. في ناس يقول لك دي منافسه غير شريفه. في الواقع انا مش شايف ان هي منافسه غير شريفه ولا حاجه. ايه المشكله يعني؟ بدل ما انا استثمر 100 ولا 200 ولا 300 الف جنيه في الماركتنج او حتى رقم اكبر من كده، انا ممكن اخسر رقم اقل من ده في الجمله بتاعه البضاعه بتاعتي، وساعتها هجذب ناس تانيين. بس في الواقع هو بيعمل حركه كمان اكثر دهاء معاها، ان هو بيخلي بقيه البراندات ممكن تكون اغلى من سعرها في السوق. فحضرتك لما بتيجي تشتري بتيجي علشان تشتري البراند او الاثنين او الثلاثه اللي هو اوريدي مكسر سعرهم، فبتاخد بالك كمان ان في براندات تانية فبتشتري بالمره. فالواقع هو مش خسران، في الواقع انت بتكون عوضت الخساره اللي هو خسرها في البراندات دي في المكسب اللي هو حطه في البراندات التانية. فهو في الاول وفي الاخر هو مش خسران، هو جذبك بطريقه فيها دهاء كبير جدا علشان تشتري منه. المشكله هنا مش فيه هو، المشكله في المنافسين بتوعه، ما بيعرفوش يواكبوا ويفضلوا يلوموا بقى الظروف والزمن، ويقول لك ده بينافس منافسه غير شريفه، ده بيكسر الاسعار، ده بيكسر وبيعمل. لو مش هتقدر تعمل زيه، في كذا حل تاني. الحل الاولاني ان انت تشتغل على الفاليو اللي انت بتقدمها، وعلى الكواليتي اللي انت بتقدمها، وعلى خدمه ما بعد البيع. هو ممكن يكون شغال في نفس البراندات بتاعتي، بس ما عندوش خدمه ما بعد البيع، ما عندوش معامله حسنه للزبون بتاعه. ممكن كتير جدا زباين يكونوا بيشتكوا من ان هو مش بيعملهم كويس. حاول تبين للزباين ان انت بتهتم جدا بيهم، حاول يكون عندك خدمه ما بعد البيع قويه جدا. الحل ده مناسب جدا في انه يجيب لك سيجمنت هاي اند يوزرز. يعني ايه؟ يعني ناس عندها القوه الشرائيه عاليه، والناس عندهاش مشاكل خالص في ان هي تدفع سعر غالي او سعر عالي في المنتج بتاعك، بس هو بيكون فارق معاهم المعامله كويسه، او ان انت بتدي خدمه نظيفه وكواليتي عاليه. دي بتفرق جدا مع ده. بس انت ممكن يكون اصلا البيزنس بتاعك مش في نفس المكان اللي فيه الهاي اند يوزر، ممكن يكون البيزنس بتاعك في مكان عادي جدا القوه الشرائيه فيه مش عاليه. هتعمل ايه؟ هتنافسه ازاي؟ الحل رقم 2 ان انا اعمل باندلز. يعني ايه باندلز يا عبد الرحمن؟ يعني مجموعات، ان انا ادخل البراندات دي في وسط مع براندات تانية في وسط عروض. ساعتها انا هكون اديت فاليو اعلى كبيره جدا من المنافس، ومش فهمت المستهلك السعر كام بالظبط. هو حس بفاليو كبيره، هو حس ان هو هياخد 5 قطع من 5 براندات مختلفه بسعر مناسب جدا. ممكن يكون انت اوريدي مدخل دي ب 250 بس مدخل قطعه ثانيه ب 250، فهو ساعتها هيحس ان هو خد فاليو عاليه جدا، وساعتها هيختارك انت اكتر من المكان التاني. لان مع الوقت اكيد المكان التاني هيتفهم ان هو بيضرب السعر في براند او اتنين او ثلاثه بس، لكن بقيه البراندات عنده غاليه. زائد علشان هو يعمل حاجه زي دي هيكون عنده اقبال غير طبيعي، والاقبال غير الطبيعي دوت هيخلي تجربه المستخدم مش احسن حاجه، لان هيلاقي المستخدم دايما هيروح هيلاقي يا اما المنتجات خلصانه يا اما الموظفين بيتعاملوا بطريقه مش كويسه، وده وارد جدا جدا في البراندات اللي بتعمل كده. فانت ما تتضايقش، انت حاول تاخد الامور لصالحك، يا اما ابيع الكواليتي بتاعتي والفاليو اللي انا بقدمها، يا اما ابيع باندلز ومجموعات علشان تجيب معايا كويس، بالاضافه ان انا احافظ على الكواليتي برضو بتاعتي والمعامله الكويسه للعملاء بتوعي. انا عبد الرحمن عادل بقدم محتوى عن البيزنس والماركتنج. لو حابب تعرف اكتر تابع فيديوهاتي. شكرا جدا لكم.